أهلا بكم في حلقة جديدة من أرت لاب. أنا أحمد عبودة، وفيلم النهاردة بيرسونا. فيلم بيرسونا هو فيلم سويدي من إنتاج 1966، وهو فيلم دراما. الفيلم بيحكي قصة ممرضة بتعتني بواحدة ممثلة مشهورة اتعرضت لصدمة عاطفية، ومع الوقت بتبتدي شخصياتهم هما الاتنين في الاندماج. الفيلم من إخراج وكتابة العملاق إنجمار بيرجمان، واللي كان متأثر جدا بمسرحية ذا سترونجر لأوجست سترايدنبرج، واللي بتتكلم عن وجود مكون بالكامل من الأموات، وكتبها وكان ساعتها في المستشفى بيتعالج من الالتهاب الرئوي، وهو أول فيلم على حد تعبيره يعمله بدون أي اهتمام لإذا كان هينجح في شباك التذاكر ولا لأ. وقال إن الفيلم ده أنقذ حياته. مدير التصوير هو الأسطوري سفين نايكفيست، اللي قدر هنا إنه يعمل ملحمة بالأبيض والأسود عاشت واتسجلت في تاريخ السينما كواحدة من أعظم الإنجازات السينمائية على الإطلاق. وحس هو والمخرج إن اللقطات المتوسطة الميديم زي اللي أنا عاملها دلوقتي دي مملة، فشالوها كلها واستبدلوها يا إما بكلوز أب، يعني قرب من وش الشخصية قوي، أو إن هو لقطة واسعة وطويلة، يعني بيصور من بعيد يجيب الشخص بالكامل مثلا في بيئة محيطة حواليه. وده ادى الفيلم إحساس كده بالغموض. والموسيقى التصويرية من لارس يوهان فيرل. الفيلم من بطولة بيبي أندرسون في دور ألما، وليف أولمان في دور إليزابيث فوجلر. وللعلم هنا المخرج حب ليف أولمان أثناء تصوير الفيلم ده، ويعني دخلوا في علاقة عاطفية وهم بيصوروا الفيلم. دي ألما الممرضة اتعينت عشان تعتني بممثلة اسمها ميسيس فوجلر. ميسيس فوجلر عندها مشكلة نفسية ومش عارفة تمثل ولا تتكلم على المسرح. أحيانا بتضحك، وبنشوفها هنا إزاي بتغرق في الظلام لما بتسيبها أحيانا ألما لوحدها، وهنا ظلامها إجباري. اللقطة اللي بعدها بنشوف ألما بتطفي النور، وده ظلام اختياري. بنشوف إليزابيث بتشوف في التلفزيون خبر لراهب بوذي بيحرق نفسه، بتترعب. الدكتورة مقتنعة إنها بتمثل، وبتنصحها تاخد الممرضة وتروح بيت الدكتورة نفسه على البحر. وفعلا بيعملوا كده وبيسترخوا جدا وبيبقوا صحاب جدا وبيقربوا من بعض. إليزابيث بتعلم ألما إزاي تشرب سجاير وبتشرب سجاير، وألما بتحكي لها عن حياتها، بتحكي لها عن خيانتها لحبيبها، وبنشوفها صغيرة وضئيلة في الكادر، ودي نظرتها لنفسها. وبتنقلب الآية: المضلمة بتنور والمنورة بتضلم. واحدة بتسمع بس والتانية بتتكلم بس. وبعد ما بتقول لها ألما إنهم فيهم شبه من بعض، بيقفوا قدام المراية وبيندمجوا مع بعض. تاني يوم بتسألها هو ده حصل فعلا؟ بتقول لها لأ، أو بتهزلها راسها يعني اللي هو لأ، وبنعرف إنه حلم. تيجي في يوم بتديها جوابات عشان توديهم تبعتهم، فألما بتقرا جواباتها في الخباثة، بتكتشف إنها كاتبة كل حاجة حكتها لها، وإن هي بالنسبة لها زي يعني شخصية بتذاكرها. وفجأة حرفيا الفيلم بيبوظ، الخام بيتحرق، وبنشوف الخام قدامنا هو بيتحرق. بتبدأ تظهر غضبها وبتطلب منها تكلمها، وبيتخانقوا ضرب. بتيجي ترمي عليها مية مغلية، فبتتكلم أخيرا وتقول لها لا كده يعني. بعد كده بتشوف برضو مشهد تاني الحلم، وهي بيبقى ألما بتقابل جوز إليزابيث وبيفتكرها هي ومقتنع إنها هي. وبنعرف برضو إن جوزها شبه الفنان الكبير محمود حميدة. وبعدها بنعرف قصة إليزابيث مع الحمل، وإنها ما كانتش عاوزة تبقى أم، وحاولت تجهض وفشلت، وكرهت الطفل قبل ولادته. اتمنت موته وسابته للمربية وقرايبها، وما قدرتش تحبه برغم حبه الشديد ليها. بنشوف بقى نفس القصة وبنفس النقاش ده مرتين ورا بعض. دي حاجة أنا ما شفتهاش قبل كده في فيلم تاني، وما أظنش شفتها بعد كده في فيلم تاني. بنشوفه مرة من وجهة نظر إليزابيث، ومرة تانية من وجهة نظر ألما، بنفس الزاوية وبنفس الإضاءة، ولكن الشخص بيتغير وكأنهم شخص واحد. وبعد شوية ضرب كده خفيف من ألما، أخيرا إليزابيث بتنطق. بيستعدوا للرجوع للمدينة، وبترجع إليزابيث للسينما، وبترجع ألما للتمريض، وبيرجع الطفل اللي كان في أول الفيلم بيلمس الشاشة يرجع تاني يلمس الشاشة، وبينتهي الفيلم. بيرسونا باللاتيني يعني ماسك وقناع، وألما بالأسباني يعني سول اللي هي الروح. ده يديك فكرة شوية الفيلم بيتكلم عن إيه. اللقطة اللي بيبان فيها الخام وهو بيتحرق بعد ما بيتخانقوا هما الاتنين، اللقطة دي متقنة
جدا واتعملت صح جدا، لدرجه ان الناس لما كانوا بيعرضوا الافلام في السينما، اللي شغالين في السينما كانوا بيفتكروا الخام اتحرق بجد. ده طبعا في اوائل المرات، يعني مش اغبياء هيفضلوا كل مره يعملوا كده. فكانوا بيروحوا يتخضوا، يروحوا يشيكوا على الخام يلاقوه سليم. طب هي بتمثل ايه؟ هشاشه العلاقات الإنسانية وهشاشة نفوسنا وضعفها. وهو حصل بعد خناقتهم بالظبط، باين لك إن هو اللي رابط الهش اللي ما بينهم وما بيننا كلنا كبشر اتقطع في اللحظة دي، الثقة انتهت. الفيلم هنا بيعمل حاجة برضه بنشوفها غريبة جدا، وهو تغيير الكادرات من اليمين للشمال والعكس. يعني تلاقي شخص على اليمين في كادر، يقطع المشهد ويرجع له تاني تلاقيه في الشمال، هو في نفس المكان في نفس القعدة بيعمل نفس الحاجة، ولكن مكانه في الكادر اتغير. طول الفيلم طول ما اليزابيث والما مع بعض بيقعد يقلبهم لك، يجيب دي من هنا شويه ودي من هنا شويه وبعد كده يقلبها، يجي بيتلاعب بدماغ. زائد ان الفيجوال كومبوزيشن بقى، تركيب الصوره نفسه بيشتغلنا شويه. تلاقيهم ورا ستاير، ورا يعني ضباب، ورا بيبان، ورا شبابيك، دايما بيلخبطك هي دي مين فيهم، هي دي مش عارف ايه. شويه بشويه يبتدي يديهم نفس الاضاءه، يديهم نفس طريقه الحركه، فتلاقي نفسك طول الفيلم بيشتغلك. واحده دايما تيجي في جنب الكادر، بعد كده يروح جايب لك الثانيه في النص على طول، بعد كده يبتدوا يقلبوا. ده غير الكلوز اب. الفيلم 90% منه تقريبا كاميرا لازقه في وش الشخصيات وبيصورهم من قريب جدا، ده عشان يكشف لك مشاعرهم، عشان يوريك ان انت هنا قريب جدا منهم، انت قريب جدا من ان انت تشوف الحقيقة ايه جواهم. وده بيودينا للإضاءة والظل. الإضاءة والظل في الفيلم ده هو أعظم استخدام للإضاءة والظل على الإطلاق. الأبيض والأسود واللي جوه الشخصيات بيتكلم وبيحكي بالإضاءة. بنشوف في البداية إليزابيث وهي مخفية، وألما العكس، ألما دايما مكشوفة في وسط الكادر، وإليزابيث في الجنب كده متغطية بحاجة، مخفية ورا حاجة، مخفية نفسها. مع الوقت بيبقوا هما الاتنين مخفيين. وبنشوف برضه الحواجز ما بينهم اللي كانت كتير في البداية، والمسافات، وبعد كده مع الوقت بتبتدي تقل 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 لحد ما يندمج هما الاتنين وميبقاش حرفيا في حاجز. في لقطة في الفيلم بالمعنى الحرفي الوش الاتنين محطوط على بعض. ده غير ان احنا بنشوف ان في البداية واحدة لابسة سادة والتانية لابسة مخطط، واحدة لابسة اسود والتانية لابسة ابيض، وفي مشاهد تبص تلاقي واحدة مايلة لقدام والتانية مايلة لورا، حتى لغة الجسم عكس بعض تماما فيها. بعدين كل ده بيتحول بينعكس تماما. وبعد كده برضو بنشوفهم الاتنين قاعدين في جنب واحد لابسين زي بعض، هما الاتنين بيشربوا سجاير، بيشربوا نفس الحاجة وبياكلوا نفس الحاجة. برضو بنشوف في الفيلم ان الفيلم ما فيهوش زمن، يعني ممكن تلاقي ما بين لقطة ولقطة فات شهور او فات ايام او فات ساعات، فانت بتحس كده ان انت متلخبط، اللي هو هما ليه بقوا شبه بعض، هو ده امتى حصل، هو دي في المشهد اللي فات كانت ما بتشربش سجاير، دلوقتي بقى بتشرب سجاير. هم بقالهم قد ايه هنا، بقالهم قد ايه في بيت الشاطئ ده، بص تلاقيهم بقت ست كويسه جدا وبتضحك. فهو ده مقصود طول الفيلم، لان الزمن ده هو هنا عايزك تحس ان هو بيختفي في الخلفيه. برضه في لقطه جميله جدا لما بتيجي في المشهد اللي هو في نهايه الفيلم وبتحكي قصه ابن اليزابيث. اللي بيحكي المشهد هنا، ودي قصه اليزابيث اصلا ومحدش يعرفها غيرها، لكن ألما هي اللي بتحكيها، وبتحكيها كأنها بالظبط إليزابيث، عارفة تفاصيل المفروض محدش يعرفها غيرها. طيب ليه ده يحصل؟ وليه يجيب لك المشهد مرتين من ناحيتين مختلفتين لنفس الشخصيتين، للشخصيتين ما يجيبوا مرة واحدة وما تتكلم هي تحكي قصتها؟ ليه التانية هي اللي بتحكي قصتها؟ هو هنا بيوري لك إن شخصياتهم كملت اندماجها. طيب يعني ايه كملت اندماجها؟ وايه الرمزيه ورا ده؟ الرمزيه هي الوحده، توحد ما بين الاتنين، ان هما الاتنين وصلوا لمرحله من التعاطف مع بعض والفهم، ان هما خلاص قدرت ان هي تفهم مشاعرها وتفهم مشاكلها كانها هي بالظبط. طيب احنا اتكلمنا على المشهد اللي وشوشهم بتندمج فيها. المشهد ده اصلا ما كانش حد يعرف ان بيرجمان هيعمل كده. هو فعليا المشهد الشاشه مقسومه بالنص، ووش دي موجود من هنا ووش دي موجود من هنا. طيب هو ما قال لهمش ان هو يعمل كده، ولما شافوها بعد كده وفي الفيلم في العرض الخاص للفيلم اتخضوا وحسوا انها حاجه مخيفه جدا، وهي فعلا حاجه كريبي. طيب انت كمشاهد دلوقتي هتقول لي ان هو يعني مش واو، يعني انا محتاج اقول لك ان هو الناس دي في افلامها كانت كل حاجه بتعملها هي اول مره تتعمل، فاحنا دلوقتي ما بننبهرش بحاجه، ولكن الحاجات دي يوم ما اتعملت كانت تحف فنيه وانبهارات كبيره. هي ما زالت تحف، بس الناس دلوقتي ما بتنبهرش بحاجه. طيب بيرمز لايه مشهد الوشين لما يندمجوا على بعض؟ بيرمز لاندماج الشخصيه ما بينهم هما الاثنين. لما تلاقي نفسك قاعد بتتكلم مع حد وتحس ان انت انا الشخص ده هبقى صاحبي،
انا حاسس هو فاهمني. نتكلم ونتكلم ونتكلم، مع شويه بشويه بالسنين تعدي هتبصوا تلاقوا ان انتوا الاتنين بقيتوا شبه بعض. اي اتنين بيتجوزوا وبيبقوا صحاب وبيقضوا مع بعض مده طويله، شكلهم بالنسبه للناس اللي حواليهم بيتغير وبيبقوا شبه بعض. وبرضه بيرمز لمرونه النفس البشريه. كل شخص بيتاثر جدا بالشخص اللي معاه، بالشخص اللي قريب منه. من كتر ما بيحكوا لبعض بيبتدوا يفهموا بعض جدا، ومع الوقت بتلاقيهم هما الاتنين زي بعض. روحك بتكب عليه. اللي واحد قلوق عصبي اتجوز واحدة هادية، ديهم كام سنة، ديهم وقت كفاية، وتبص تلاقي ان هي بقت قلوقة وعصبية وهادية، وهو بقى قلوق وعصبي وهادي. خدوا من بعض هما الاتنين. ده غير ان هو برضو بيرمز للتعاطف والتواصل ما بين الشخصيتين. برضو المشهد اللي هي بعد ما بتنجرح لما بتقرا الجواب، بنبص نلاقيها كسرت كوباية وبتحطها عشان تعورها، تحطها لها قصدة. ده الإزاز المكسور بيرمز للحدة والعنف بتاع الشخص المكسور. اجرح حد وشوف هيرد عليك ازاي. إما إن هو هيختفي ويذبل تماما، أو إن هو هيتحول لكائن بيخربش، كائن عنيف. وهي هنا بقت حادة، هي اختارت الاتجاه ده. وبيرمز لتدمير النفس، إن إحنا بنكسر في نفسنا عشان نأذي الشخص اللي أذانا أو اللي إحنا شايفين إن هو أذانا. في بداية الفيلم خالص في زي سيكونس كده بيجي لمجموعة من المشاهد الصامتة. بنشوف عنكبوت وخروف بيتذبح وواحد بيدقوا مسمار في ايده. دول بيرمزوا بايه؟ ايه لازمتهم في اول الفيلم؟ لازمتهم في اول الفيلم ان هو ببساطة بيشرح لك مشاعر الشخصيات برموز بصرية قبل ما الفيلم يبتدي أصلا. فالعنكبوت بيرمز للحبسة. فإحنا عندنا هنا الشخصيات الاتنين، كل واحدة محبوسة تماما في اللي هي فيه. واحدة محبوسة في علاقتها بابنها، والتانية في علاقتها باللي بتحبه. حياتهم بقت عاملة زي شبك العنكبوت، مش قادرين يتحركوا. الخروف اللي بيتذبح بيرمز للتضحية. واحدة مش قادرة تضحي عشان ابنها، مش قادرة تضحي أكتر من كده، هي خلاص هي بالنسبة لها ده آخرها. والتانية بتضحي بكل شيء عشان تبقى في القالب اللي المجتمع حطه لها. فالتضحية هي يعني حاجة مهمة، موضوع مهم في الفيلم. والشاكوش اللي بيدق في الإيد بيرمز للألم، إن الناس دي العامل المشترك اللي بيجمعهم هما الاتنين هو الألم. هما الاتنين بيتألموا، كل واحدة بطريقتها وكل واحدة لسبب. وبنشوف برضو رمزية إن إليزابيث اللي هي أصلا ممثلة، راس مالها كله الكلام، لما ترفض إنها تتكلم ده بيعكس علاقتها بابنها، وهي بترفض انها تبقى في الحالتين. ده بيرمز لرفضها للتمثيل مع باقي المجتمع. انا مش عايز اخلف، جه طفل مش قادر احبه، مش همثل ان انا بحبه. ده صح او غلط ماليش دعوه، بس هي الفكره ان هي ده المقصود به هنا، ان المجتمع بيميل للتمثيل. لما الممثله ترفض ان هي تمثل، والام ترفض ان هي تحب ابنها، ترفض ان هي تربيه، يبقى ده رفض للمقاييس المجتمعيه. طيب مين اللي بيمثل مع المجتمع؟ ألما اللي بتقعد تقريبا ربع ساعه بتحكي بالتفصيل الممل خيانتها لشخص اللي هي بتحبه واختارته وعايزه تعيش معاه حياتها كلها، ومع ذلك بتقول انها بتحبه. هي اختارت هنا ان هي تمثل مع بقيه المجتمع، تعمل في السر حاجه وتعمل في العلن حاجة تانية. وده اعترافها هنا بيرمز للرغبة الشديدة جوانا كبشر ان احنا نكونكت، ان احنا نبقى على اتصال مع حد. كل واحد فينا نفسه في حد يشوفه من جوه، فمفيش احسن من حد انت ما تعرفوش قوي، مش هتشوفه كتير تاني وما بيتكلمش. فهي لما بتقعد مع إليزابيث بتحكي لها عشان عندها رغبة وسعي شديد ناحية ان هي تلاقي حد يتواصل معاها. وبرضه هي نفسها تقرب من إليزابيث، هي مبهورة بيها، فبتعتبر السر ده زي عربون عشان تتقرب منها. زي ما تتعرف على واحد وتقعدوا تتكلموا مع بعض شوية، وبعد كده تبتدوا تقولوا لبعض أسراركم. الأسرار دي كأنها تبادل، انتوا بتعملوا ترانزاكشن هنا، كل واحد بيدي للتاني أسرار عشان يقرب منه أكتر، فبالتالي التاني بيديله أسرار عشان يقرب منه أكتر. الدم اللي بيجي في الفيلم كتير هو يعني هو تمثيل للألم الناتج عن المعاناة الداخلية، المعاناة النفسية. مفيش حد من الشخصيتين بيعاني حاجة جسدية، ولكن مع ذلك الفيلم فيه دم، وده تمثيل عن المعاناة النفسية اللي هم بيعانوها. الطفل والشاشة اللي بيجوا كتير، الطفل ده طبعا يعني اظن ان هو ابن إليزابيث، فالطفل ده بيقعد كل شويه يلمس الشاشه اللي عليها صوره إليزابيث. دي محاوله وبحث عن التواصل، عايز يلمسها، عايز يقرب، ولكن هو محكوم عليه انه يفضل بعيد. ودي ليها معنى تاني اتكلم عليه بقى دلوقتي. المعنى التاني، وده انا اول مره شفت الفيلم من سنين ما جاش في دماغي، ولكن لما شفته تاني قريب لقيت ان المعنى ده باين، وهو رمزيه
عن السينما، وبشكل كبير السينما الصامتة. ايه الدليل على كده؟ اللقطات اللي بتيجي في اول الفيلم وبتيجي في نصه. شخصية ألما اللي هي الممثلة ما بتتكلمش خالص، وبنشوف برضه طول الفيلم مونولوجز كتيرة، يعني مشاهد كتيرة ناس بتتكلم لمدة طويلة، وغالبا شخص واحد والتاني قاعد بيتفرج عليه. وده تمثيل لفكرة الصورة عن طريق الأفكار، الكلام. كل ما ألما بتحكي حاجة احنا بنشوفها، بنحس ان احنا من وصفها شايفين، والافكار دي كلها بتخلق الصورة دي اللي احنا بنشوفها من كلامها، وبالتالي بتخلق لنا فيلم. والفيلم كله هو رمزية عن علاقتنا باللي بنشوفه على الشاشة. بنتأثر وبنحب وبنقرب وبنزعل وبنضحك وبنخاف، وبعد الفيلم ما بيخلص زي في الفيلم بالظبط كل واحد بيروح لحاله. احنا بنروح البيت والفيلم بينتهي. زي في نهاية الفيلم هنا ألما بترجع لشغلها كممرضة، وإليزابيث بترجع لشغلها كممثلة في فيلم تاني. الشخصية اللي احنا شفناها هنا انتهت، في واحدة جديدة دلوقتي بتتعمل. فأنا في رأيي إن ده معنى الفيلم، إن الفيلم هو عن السينما. بس الفيلم ده هو ليه حلو؟ لأن هو ما ينفعش يبقى عن حاجة واحدة، أنت شوف اللي يناسبك. في نظرية بتقول إن الفيلم عن الذنب اللي جوه بيرجمان نتيجة علاقاته النسائية المتعددة وعلاقته ببطلة الفيلم نفسه. وفي ناس بتقول إن هو عن طبيعة السينما. فأنت شوف، أنت شايف الفيلم رايح فين؟ الفيلم عن ايه؟ هو عن حاجات كتير جدا. الفيلم ده فعلا من اكتر الافلام اللي ينفع يتقال انها بتتكلم عن حاجات كتير زي افلام ستانلي كوبريك. عشان كده الافلام دي كلها بتعيش ان هي مش معموله لزمان واحد. عشان كده هنبص نلاقي لما نشوف فيلم زي مال هولاند درايف هنلاقيه متاثر جدا بالفيلم ده. افلام كتير جدا هنلاقيها متاثره بالفيلم ده، لانه مش معمول لحاله واحده، مش معمول لمكان واحد. الفيلم معمول للزمن اللي انت عايز تحطه فيه، للطريقة اللي انت عايز تشوفه بيها. فيلم بيرسونا هو فيلم عن الوجوه. بيرجمان قال وجه الإنسان هو موضوع عظيم للسينما. كل حاجة موجودة فيه، كل إنسان عنده وش أو عدة وشوش، بس مش كل الناس عندها بيرسونا. في ناس المجتمع هو اللي بيحدد لها البيرسونا بتاعتها، وناس أهلها اللي بيحددوا لها، وناس الميديا، وناس الموضة، أو حتى الفلوس أو الوظيفة. البيرسونا بتاعتك مش دايما انت اللي بتختارها، ومش دايما انت اللي بتعملها. إليزابيث سواء هي صح أو غلط هي اللي اختارت البيرسونا بتاعتها، ولكن ألما زي ناس كتير جدا وافقت على البيرسونا اللي ادوها لها. عشان كده الفيلم هنا اسمه بيرسونا مفرد، لان في وسط الاتنين دول في بيرسونا واحده. ألما هنا هي ممرضة بس مش قوي، بتحب بس مش قوي، مخلصة بس مش قوي، عندها أحلام للمستقبل بس برضه مش قوي. فيلم بيرسونا ده بحر، لو ما فهمتوش ارجع كمان كام سنة شوف شوية في الدنيا وارجع بص عليه تاني، هتلاقي نفسك فهمته بطريقة. بعدها بكام سنة ارجع شوفه تاني، هتلاقي نفسك فهمته بطريقة. لما تشوف ناس كتير وتشوف في الدنيا كتير وتوصل لمرحلة انت فيها عارف احيانا انت عايز ايه، ارجع شوف الفيلم مرة كمان، ساعتها بس هتفهم يعني ايه بيرسونا. فيلم بيرسونا، انا عارف بقول الجملة دي كتير بس هو حقيقي فعلا بجد، يعني هو من أهم الأفلام في تاريخ البشرية كلها. الفيلم ده ليه تأثير على كمية أفلام تانية وعلى كمية صناع سينما وكتاب ومخرجين ومصورين ملهاش حصر. الفيلم فعلا من أهم الأفلام الأوروبية على الإطلاق، ويمكن من أهم الأفلام على الإطلاق أصلا من أي بلد، وهو أكبر إنجازات العملاق إنجمار بيرجمان. الفيلم حتى اليوم، حتى يومنا هذا، بيتقدر في أعلى المقاييس. الفيلم حصل على 8 جوائز و4 ترشيحات، واختاروا أندريا تاركوفسكي من أهم 10 أفلام بالنسبة له. البي بي سي اختارته رقم 6 في أحسن 100 فيلم غير ناطق بالإنجليزية، والناقد الكبير روجر إيبرت حطه في قائمة أفلام عظيمة. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 8.1 وعلى ميتا كريتيك الفيلم واخد 86 من 100، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 94 من الجمهور و91 من النقاد، وعلى ليتر بوكست الفيلم واخد 4.4 من 5، وهو رقم 56 في قائمة أحسن 250 فيلم في الموقع. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.